رسالة خاصة من محمد بن زايد آل نهيان إلى أخيه الملك محمد السادس. رسالة تحمل كلمات تقدير وامتنان لدور المغرب ووقوفه بجانب أشقائه في أصعب اللحظات. في هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها المنطقة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخي جلالة الملك محمد السادس على مواقفه النبيلة ومساندته الصادقة لدولة الإمارات. لقد أثبتت المملكة المغربية مرة أخرى أن الأخوة بين الشعوب ليست مجرد كلمات، بل مواقف تكتب في التاريخ. وما قام به أبطال الجيش المغربي يعكس شجاعة وفخر الأمة العربية كلها. كما نحيي بكل اعتزاز الطيارين المغاربة الذين أظهروا شجاعة كبيرة في السماء، وكانوا مثالا للتضحية والوفاء، فكان حضورهم رسالة أمل وأمان لكل من ينتظر النجدة. إنني باسم شعب الإمارات أقول للمغرب قيادة وشعبا: لن ننسى هذا الموقف العظيم، فالمغرب كان وسيبقى سندا لأشقائه في كل وقت. شكرا للمملكة المغربية، وشكرا لأخي جلالة الملك محمد السادس. محمد السادس، محمد السادس، نبارك لولي عهده مولاي الحسن، نبارك للأسرة المغربية، حبايبنا وتاج راسنا أهلنا في المغرب اللي موجودين في الإمارات خارج. السلام عليكم ورحمة الله. من أمام مسجد الشيخ زايد أحب أقول الله يحفظ المغرب وشعبه وجلالة الملك من كل مكروه، والله يكون في عون إخوانا في مدينة القصر الكبير. نحن شعب سنقف معكم إلى آخر نفس، المغرب في قلوبنا والإمارات مع. الفوت على روح الحسن الثاني. هذيلا هم اللي علمونا كل شيء، هذيلا اللي أسسوا العلاقة اللي بينه وبينكم، هذيلا اللي علمونا كل شيء، هذيلا اللي أسسوا العلاقة اللي بينه وبينكم. ديما مغرب، ديما الإمارات، ديما. كاع الاسطول الطيران ديالها باش ما يدمرش جاو حطوه عندنا حنا في المملكه المغربيه الشريفه. حنا خوتنا هادو كاع العرب هادو كاملين دول الخليج خوتنا، الله يدوز ليهم هاد المحنه اللي كيدوزو منا بخير وعلى خير. حنا ما كنقولوا لا شعارات لا والو. سمعنا صاحب الجلاله شنو قال: اي حاجه كتمسهم كتمسنا حتى حنا. هادشي اللي وقع ليهم ما نتمناوش ليهم، نتمناو لواحد الجيران حدانا، حيت هما دابا جا الدور ديالهم. ايران قالت لهم باش هذوك البوارج ديال الامريكان اللي كاينين في جبل طارق غيدوزو من حداهم، بغيتهم حتى هما يتكلفوا بالمهمه يدقدقوهم باش هذيك الساعه دقدقهم الامريكان. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. واحد حاجه اخرى، كاينين واحد المغاربه تيقولوا بانه اللي في الامارات، الجاليه المغربيه اللي في الامارات تستاهلوا او اجداكم او شنو. لا خويا، حنا مع الامارات باش نكونوا واضحين في هذه النقطه. هذه الامارات خط احمر لانه هادو خوتنا. ثاني حاجه، ما تبقاش اخويا تقول غربه غير عايشين في اوروبا وتتشفاو. علاش تتشفى؟ حنا عايشين بلاد العز. يعني شنو عندك انت وما عندناش حنايا؟ شنو اللي عندك انت وما عندناش حنايا؟ مع العلم حنا اكبر جاليه تحويل للمغرب. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بانه اكثر دراري ودريات خدامين بدراعهم، تيخدموا اكثر من الناس اللي في اوروبا، وهذا الشيء على تحدي. تيخدموا اكثر من الناس اللي اوروبا. كنشوف شي وحدين داير نجمه 6 وتيبقى يعاير في المغاربه ويقول لهم واش داكم اش مشى ليكم، تيتشفى فيهم. ما تشفاش في خوك المسلم اخويا باش تكون صحيح، وخليك مغربي. المغرب اولا والمصداقيه اهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي ثم تصلوا على النبي. زي ما حضراتكم شايفين كده، العالم كله دلوقتي بيتحدث وبيتكلم عن قوة الجيش المغربي، وإن هو ما شاء الله أصبح الأول عالميا. وهنا بقى عندما نتحدث عن الشجاعة والكرم فلابد أن نتحدث عن المملكة المغربية، بلد لم يكن يوما بعيدا عن قضية أمته، من دعم القضايا في فلسطين إلى مواقف إنسانية كتيرة مع الأشقاء في سوريا. بعد سنوات من المعاناة قدروا إن هم يقفوا جنب إخواتنا في سوريا في أوقات الأزمات، وفي وقت العالم العربي كله ما كانش واخد باله من الموضوع ولا كأن في حاجة. المغرب لم يكن فقط بلدا جميلا بتاريخه العريق وبتراثه الرائع، بل كان بلد المواقف، بلد الإنسانية، بلد الشجاعة، بلد الشهامة، بلد المواقف التي تذكر في التاريخ.
بلد شعبه معروف بالشهامة وقيادته بقيادة الملك محمد السادس دائما تؤكد أن التضامن العربي ليست مجرد كلمات، بل هي أفعال ومواقف حقيقية. حقيقي الملك محمد السادس بيقدم الإنسان على أي شيء، يعني بيقدم الإنسانية على أي مصلحة دولة. تخيلوا إن في ملك بيعمل كده، يقدم الإنسانية على أي شيء. دي يعني لو كل الملوك يبقى كده يبقى العالم كله هيتغير. المغرب كانوا دايما حاضرين عندما يحتاج ليهم أشقائهم بالمساعدات الإنسانية، بالدعم السياسي، بالمواقف الشريفة التي يعرفها الجميع ويتحدث عنها العالم الآن. وكمان عايزة أقول وعايزة أشدد وأحط 100 خط على الموضوع ده، إن المغرب بلد سلام لا استسلام. واليوم نسأل سؤال لكل من يشاهد هذا الفيديو: هل تتذكر موقف للمملكة المغربية جعلك تشعر بالفخر كما يحدث الآن؟ طبعا المملكة المغربية لها مواقف كثيرة، العديد والعديد من المواقف أنا كمصرية أتذكرها، منها الفترة اللي فاتت والمساعدات الإنسانية اللي دخلت لإخواتنا في غزة، في القطاع، في فلسطين، في كل مكان في فلسطين دخلت مساعدات مغربية بكميات مهولة، واللي قالوا عنها إخواتنا وسموها بالطوفان المغربي. وده اللي حصل مع إخواتنا في فلسطين. مش بس المساعدات اللي دخلت الفترة اللي فاتت، لا، كمان كان في مساعدات لإخواتنا في السودان في نفس التوقيت مع مساعدات فلسطين، برضو كانت مساعدات كبيرة ومهولة ومحدش حس بيها ولا حد من الإعلام اتكلم عنها. وده اللي احنا مش عارفين ايه السبب، ليه هم ما بيتكلموش عن الإنجازات أو الحاجات اللي بتعملها المملكة المغربية. احنا عارفين ان هي صداقات، والصداقات بتكون في الخفاء، بس المواقف دي بتحتسب برضو سياسيا، يعني لازم يقولوا عنها ولازم يتكلموا عنها. طبعا متابعينا الكرام، مش بس كده المواقف دي يعني الفترة اللي فاتت بس، ولكن كان في مواقف بقى من بدري، وهي المواقف مع اخواتنا السوريين، واللي زي ما حضراتكم شفتوا احتفلوا اول يوم ليهم في الثورة، احتفلوا ومعاهم صورة الملك محمد السادس، وكانوا بيغنوا للمملكة المغربية من كتر تخيلوا ان المغرب وقفت جنبهم لهذه الدرجة. يعني ما غنوش لأي حد ولا مسكوا صورة أي حد غير الملك محمد السادس يوم الثورة بتاعتهم، يوم مهم جدا في سوريا. وده برضو اللي بيعملوه الفلسطينيين والأطفال دلوقتي، وإن هم بيبعتوا رسائل وبيتكلموا عن الملك محمد السادس وبيقولوا شكرا للمغرب، ومطلعين كل الكابونات اللي جايه لهم أو الطرود الغذائية مكتوب على كل المواد اللي فيها أو كل الأكل اللي فيها المغرب، المملكة المغربية. فما شاء الله بجد ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وبمناسبة بقى الدعاء متابعينا الكرام، ما تنسوش تدعوا للملك محمد السادس في هذه الأيام الفضيلة والكريمة بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. متابعينا الكرام ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وحصري. دمتم في أمان الله.